قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال علنيا وبمثابة حضوري في متابعة المتهمين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة بني ملال عقب مباراة أولمبيك خريبكا ومضيفه رجاء بني ملال، في الدفوع الشكلية بردها وفي الدعوة بمؤاخذة المتهمين بأحكام سجنية تراوحت بين 3 و4 أشهر سجنا وغرامات مالية تراوحت قيمتها المالية بين 1000 درهم كحد أدنى و5000 درهم كحد أقصى. المحكمة الابتدائية بني ملال المتهمين الموقوفين من أجل الإيذاء العمدي في حق موظفين عموميين نتج عنه إراقة الدم والجرح بواسطة السلاح والمساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية نتج عنها إيذاء وضرب وجرح وخسائر مادية بأموال منقولة ومملوكة للغير وتجهيزات للملعب. وتساءلت هيئة دفاع الجماهير الخريبكية والمكونة من كل من الأستاذ عبد الصميد خاشيع أصالة عن نفسه ونيابة عن كل من السيد النقيب الدكتور علال البصراوي نقيب هيئة محامين بخريبكا، والسيد سعيد كياس رئيس هيئة محامين الشباب بخريبكا، والأستاذ بوعبيد خلفون، وكذلك الأستاذ الحسن عزيف نائب رئيس أولمبيك خريبكا ومحامي بهيئة ستاج، خلال جلسة المرافعة التي تمت يوم الثلاثاء الماضي عن سبب تقديم الجماهير الخريبكية وحدها دون طرف آخر، معتبرين أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة الموقرة هم من تعرضوا للاعتداء واعتراض السبيل أثناء عودتهم لديارهم بعد مشاهدة مباراة أولمبيك خريبكا ومضيفه رجاء بني ملال، وموضحين كذلك للمحكمة أن محاضر الضابطة القضائية شبه العديد من الاختلالات خاصة المتعلقة بالإنصات لبعض الجماهير الخريبكية التي تم توقيفها في الحافلة وهي معرضة للضرب والجرح، متسائلين عن المحاكمة العادلة للجماهير الخريبكية. وناشد مجموعة من آباء وأمهات وأولياء الجماهير الخريبكية المتابعة في حالة اعتقال المكتب المسير نادي أولمبيك خريبكا لكرة القدم من أجل التدخل العاجل في مساعدة هؤلاء الشباب، خاصة أن أغلبهم ليست لديه أي سوابق عدلية. ليبقى السؤال المطروح: هل سيجتمع المكتب المسير بآباء وأمهات وأولياء الموقوفين من الجماهير الخريبكية الوفية للنادي في غضون الأيام المقبلة، أم سيتركهم يندبون حظهم